تطلب إدارة نادي الاتحاد السعودي تعيين حكام أجانب لإدارة المباراتين المقبلتين للفريق الكروي الأول في بطولة دوري روشن السعودي. وبحسب صحف سعودية، فإن إدارة الاتحاد قد أبلغت اتحاد الكرة عبر بيان رسمي قبل نهاية مهلة تقديم تلك الطلبات، والمحددة ب14 يوما من موعد المباراة. وأشارت الصحف إلى أن إدارة نادي الاتحاد تواصل النهج الذي تتبعه منذ بداية الموسم بطلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق، سواء كانت على أرضه أو خارجها. ويستمر طلب إدارة الاتحاد استخدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري. ويحل فريق الاتحاد المتوج أخيرا بلقب السوبر ضيفا على الطائي في حائل يوم السبت المقبل، قبل استقبال العدالة في جدة الجمعة الموافق ل10 فبراير الجاري. ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك بعد مرور 14 جولة، حيث حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لهزيمة واحدة. ويعود الاتحاد للمنافسة في بطولة دوري روشن بعد تتويجه مؤخرا بلقب كأس السوبر السعودي بعد فوزه في النهائي على الفيحاء بهدفين دون رد سجلهما المغربي عبد الرزاق حمد الله.